waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنقدم لكم فيديو عن الأخبار. ارتحتوا؟ ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بنقدم فلتر مميز جدا وجميل جدا وهيفرق جدا جدا في صوركم. ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجه هننزل نعمل لايك للفيديو ونتابع القناه عشان لو في فلاتر نازله جديده تكون انت متابعها على طول. الفلتر ده كتير من الناس سألوني عنه، وهو فلتر المصور اسمه عبده او عبود، موجود على الانستجرام، بيصور المشاهير السوشيال ميديا. فعشان كده حبيت ان انا انزل الفلتر ده على القناة عشان اللي حابب يستخدمه. فعشان ما نتكلمش كتير ونطول هنخش على طول على الفيديو. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي هنشرح ازاي بتحمل الرابط او الفلتر من على الموقع. حاولوا تتابعوني خطوة بخطوة عشان الفلتر ينزل معاكم سليم 100% ويشتغل على اللايت روم موبايل. طبعا انا حاطط رابط الفلتر في الوصف، فهيفتح لك الموقع بالطريقه ديت. طبعا موقع بيرو، وده اسم الفلتر، تحميل فلتر او بريسيت لايت روم الى اخر الاسم. ودي صوره من الفلتر او صوره البريسيت او الكفر الخاص بالبريسيت. هننزل تحت شويه، وهنا دي الحلقه اللي فاتت. لو حضرتك ما نزلتش الفلتر ممكن تخش على الحلقه، والفلتر برضو مجاني. هننزل تحت شويه وهنلاقي كلمه او علامه التحذير ده، فالحته دي لازم نقف فيها شويه، لازم نتابع القناه عشان سيادتك تشوف الفلاتر اللي جايه ان شاء الله. كل عليك انك هتدوس على العلامه الحمراء، هيفتح لك القناه الخاصه بنا. هتستنى ان القناه تحمل، وننزل تحت شويه وندوس على كلمه سبسكرايب. بسيطه جدا وسهله ومش هتعمل معاك مجهود. وبعد كده ترجع القناة، هتلاقي علامة الصح اتعملت، يبقى انت كده عملت متابعة للقناة. بعد كده هننزل تحت في روابط التحميل، هتلاقي في نوعين من ملفات التحميل. في ملف اسمه DNG او هي صورة DNG، وفي ملف اسمه XMP. تمام، احنا لو عايزين ناخد الصورة ونحطها في اللايت روم وناخد الاعدادات بتاعته يبقى هنختار صورة DNG. طب حضرتك مكسل تعمل الحوار ده، كل انك هتنزل ملف XMP وتاخده في الملفات الخاصة باللايت روم وتحطها، وكده الفلتر اتكريت عندك او اتسيب عندك في اللايت روم. هنضغط على رابط التحميل في الصورة، هنستنى شوية عشان يحمل الموقع. وهنا بيسألك هل انت روبوت او انسان آلي او الخ عشان يتحقق ان انت شخص حقيقي فعلا. بعد كده هندوس على جيت لينك، هنستنى شويه برضو. بعد كده الصفحه هتتحمل، فهيظهر لكم بالطريقه ديت. كل اللي عليك انك تعمله انك تاخد الملف نسخ وتعمل نيو هنا وتضغط على الرابط بالطريقه دي. كده الفلتر ظهر عندك. كل عليك انك تضغط على الشاشه دي او علامه الداونلود هنا، وثواني وهيكون الملف اتحمل. نخش بقى على طريقه ازاي ناكتف او نفعل الفلتر على اللايت روم او ناخده نسخه او كاريت بريسيت. خليكم معايا. بعد ما الرابط اتحمل او الصوره اتحملت على الموبايل، هنفتح الاستوديو الخاص بيك فيه على الموبايل وندوس على علامة التعجب عشان نشوف هل الفلتر ده فعلا اتحمل صح ولا اتحمل غلط. لان في ناس كتيرة بتسألني ليه الفلتر لما بحطه على اللايت روم ما بيشتغلش. فبتكون المشكلة الرئيسية ان انت بتحمل الصورة كJPG مش DNG. طبعا الDNG ده خاص باللايت روم، فزي ما انتم شايفين تحت كلمة التوت الاحمر .DNG، فكده ان الفلتر كده صحيح 100%. طبعا هندور على كلمة تفاصيل، ممكن تلاقيها في الثلاث نجوم اللي هنا. تمام،
طبعا لو موبايلك نفس نوع موبايلي هواوي او الاندرويد عامه هتلاقي كلمه تفاصيل او ديتيلز. بعد كده هنعمل شير للبريسيت على اللايت روم موبايل. هندور على اللايت روم زي ما موجود هنا ونضغط على اللايت روم. وطبعا عشان انا محمل او حاطط الفلتر على اللايت روم فمش هضغط عليه. المهم نخش على اللايت روم موبايل عشان نعمل كرييت للبريسيت او عشان نشوف هل البريسيت اتحمل صح ولا غلط. هنفتح الصورة ونضغط على الثلاث نقط اللي فوق ونختار كلمة كرييت بريسيت. تمام. هنكتب اسم البريسيت اللي انت محتاجه او الاسم اللي انت عايزه. ممكن تخليه الفلتر الاحمر او ريد بيري باسم اللي انت عايزه، ولكن يعني ارجو منكم يكون اخر الاسم او اخر الفلتر يكون اديت باي بيرو عشان تكون الحقوق الملكيه خاصه بيا، عشان اي حد يشوف الفلتر يعرف ان القناه الخاصه بيا انا، يعني القناه اللي عملت الفلتر ده اسمها بيرو. تمام. ولو مش عايز دي حاجه ترجع لك، ولكن بيكون حاجه زي اخلاقيات المتابعه او اخلاقيات التعامل مع الفلاتر، لان في ناس كتيره بتاخد الفلتر ويحط عليه اسمه او اسم القناه بتاعته ويقول لك ده فلتر من تصميمي، ولكن اللي انتوا عايزينه ده قرار خاص بيك انت. المهم نخش على بريسيت جروب. لو انت محتاج انك تحط البريسيت بتاعك في جروب خاص بيك انت حاطط فيه فلاتر مميزه او فلاتر معينه، او مثلا عايز فلاتر للاستشانات، فانت ممكن تحدد هنا او تعمل كرييت بريسيت جديد او جروب جديد، فانت ومزاجك. وبعد ما عملنا كل ده اخترنا الاسم وحددنا الجروب، هتعمل علامه الصح اللي فوق على اليمين ديت، وبكده تكون عملت كرييت للبريسيت. طب حضرتك عايز تعمل اسمه ده، عايز بقى تستخدم البريسيت على صور تانية، عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه انك تدوس على الثلاث اسهم تاني وتعمل كوبي للسيتنج وتدوس علامه الصح وتروح ترميها على اي صوره، مثلا الصوره ديت، وتعمل بيست مثلا. تمام كده الفلتر اترمى على الصوره الثانيه. طبعا عندك الطريقه الثانيه ان انت تنزل على تحت شويه وتدوس على البريسيت وتختار الجروب الخاص بيك اللي انت كريت فيه. مثلا انا كريته في بيرو واسمه ريد بيري بريسيت. مجرد ضغط عليه هو كده الفلتر اتعمل. طب عشان نوريكم حاجه عمليه، قطع على هنا، ننزل تحت. طبعا كل الفلاتر ديت موجوده على القناه، فخش شوفها واظبط الدنيا ان شاء الله. هنضغط على ريد بيري، ادي الفلتر اتركب على الصوره. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة او من فلتر النهاردة. يا رب ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتصلوا على سيدنا محمد، دي اهم حاجة، اهم من اللايك. ونذكر الله لا اله الا الله. سلام.